تایبەت باکوور و جلات سوریه دا به هدف کردن بربر جکسایتا و جنات کشار و شورشگر یکو بفکر و روح خواب اگر به تخت دستلداری خست تاریتی کلاتیه گلان رونی دکه لهمبری فکر فاشیست لهمبری فکر حشک یکو تمثیل فاشیست دولت عثمانیان دکه جارا کیدن شورش جن دربایه که دبشت خدا خار به شهید خستن اسطنبول سردم برخودانیه شهید زینب صاروخان و شهید یلماز شرو به دست خیانت و کسن خفروش بازرگان الولاد یکونه حقی لخوین شهیدات کرنه شهید زینب جنا کو حبون و راستی جن به جوهر و ایدئولوژی آزادی جن نشان دکر تی دیار کرن کو سیاست که جهانی سیستم کری تی مشاندن جبو کشتن جیانه و دکسایت جن دا به ناو جدا دا لبلا جهان بزان به کو آگر شورشن کو رابونه و داویر سیستم فاش وشتن فادیرو کوار نفساندن به دست افرینان و خلقکاری آشتی و جیانه به نتاوا دموکراتیک و براتیه گلان ده سیستم آما یاره و بریه خسر داوت بکواره ام بانک لحمو دستین حقوقی و ریخستن مروفید تفگر دموکراتیکی جن دکن جبو کو دنگی خو بکن یک هلوست خوی سیاسی دیار بکن و بجدی بکافن لفو تفگره جبو را استاندن وانکم کوچیان و حساب خواستن جسوجداران را و جزاکرن داگرکریه ترک و فاشیست و چتین وان هر وها خستنا نافي أكابي ومهبي وأردوغان نافا لسايا تروري وان وكا سجدار شر حساب بكن أم سوزدن خوينا الشهيدان أم سوزدن خوينا الشهيدان أزاديك وأم لسر خطأ الشهيدان بمشن الدمار مستمرة في وحشيتها على شعوب المنطقة في سوريا وخاصة في شمال وشرق سوريا باستهدافها الهمجين المرأة الثورية المناضلة التي جعلت من فكرها وروحها وجسدها نارا تحرق السلطة والمتسلطين وتشرق ظلام العبودية الشعوب متحدية الفكر المتشدد والمتطرف المتمثل بفاشية دولة الاحتلال العثمانية. مرة أخرى تعنت ثورة المرأة في الصميم باستشهاد أيقونة من أيقونات عصر المقاومة زينب صاروخان والشهيد المناضل يلماز شرو بيد الغدر والخيانة عملاء الدولار تجار الوطن ودماء الشهداء المقدسة. زينب هذه الرفيقة التي أينما حلت أثبتت حقيقة المرأة الإنسانة بجوهرها ووجودها بأيديولوجية حركة حرية المرأة. فالواضح تماما أنها سياسة عالمية ممنهجة وضعت نصب أعينها قتل الحياة في شخص المرأة تحت مسميات وفتاوي لا معنى لها. ولكن هذا لن يكسر إرادتنا، فبركان الثورات المتأججة ستقضي على الأنظمة الفاشية وسيكتب التاريخ من جديد وبأيد صانعة وخالقة السلام والحياة في الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب في إدارتنا الذاتية. نطالب جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والحركات الديمقراطية النسائية العالمية بتوحيد رؤيتها وموقفها السياسي والتحرك بشكل حاسم وصارم لإيقاف قتل المرأة ومحاسبة المجرمين ومحاكمة الاحتلال التركي الفاشي.